لا محاسب هينفعك ولا محامي هيقدر يفيدك. أتعامل إزاي مع النوع ده من مشاكل البيزنس؟ كل ما هتتكلم أكتر وكل ما هتوضح نفسك أكتر، عايز أوفر فلوس. إزاي؟ ممكن تفتح عليك باب سؤال جديد وورق يتطلب عليك أكتر، وده كان هيضمن لي إن أنا آخد أفضل نتيجة ممكنة منه. الأوديت في حد ذاته هو مبقاش عقوبة يعني، وللأسف ده غلط. إزاي اتعاملت مع الأوديت؟ جالي مكالمة من الCRA اللي هي مصلحة الضرايب الكندية، بيقولوا لي والله الشركة بتاعتك عليها audit بخصوص كذا عن الفترة كذا. خلّيني أقول لك إن أي حد في كندا أول ما بيسمع الCRA اللي هي مصلحة الضرايب الكندية ومعاها كلمة audit على طول لازم بيحصل التوتر والقلق، مش عشان إنك أنت غلطان أو عامل حاجة غلط، لأ، هي طريقة التعامل الغلط مع الaudit هي اللي بتعمل المشكلة. لأن حتى لو أنت ماشي قانوني بنسبة 100% ومعاك محاسب شاطر جدًا، في احتمال كبير إنك أنت برضه تُقع في الغلط زي ما هاوضح لك إزاي قدّام شوية في الفيديو. طيب إيه هو الaudit ده؟ باختصار هو مراجعة بتعملها مصلحة الضرايب على نشاطك، سواء كان النشاط ده شخصي أو نشاط business، عشان يتأكدوا إن المعاملات بتاعتك والأرقام والورق والفواتير وكل حاجة تمام وما فيهاش أي تلاعب. أنت عندك هنا معظم الناس اللي بييجي عليها audit على طول بيروحوا للمحاسب ويقول له أنا جه عليّا audit فيالّا نتصرّف وشوف هنعمل إيه، وده التصرُّف الصح. ولكن أنا قررت آخُد الطريق بشكل مختلف شوية. قررت إن أنا أبتدي الخطوات الأولانية بنفسي، وده هنا لسببين. السبب الأولاني إن دي فعلًا فرصة حقيقية إني أتعامل إزاي مع النوع ده من مشاكل الbusiness. وبالفعل لمّا ابتديت أقرا الجواب بتاع الaudit وابتديت أفهم هم بيفكّروا في إيه، وإيه نوع المعلومات والأرقام والجداول اللي هم طالبينها، قدرت بشكل مباشر أطوّر نظام الشركة بتاعتي، بحيث إن أنا في المستقبل يبقى عندي معلومات أوضح، توثيق عمليات أدق، والأهم من ده إن الشركة بدأ يبقى فيها ملامح نظام ممكن أي حد بعد كده يقعد ويشتغل عليه من غير ما يرجع لي في كل كبيرة وصغيرة. وده موضوع مهم جدًا وحلو جدًا، بس إن شاء الله ممكن نتكلم عنه في فيديوهات جاية. السبب التاني باختصار عايز أوفّر فلوس. إزاي؟ بُص، طالما أنت عندك شركة وما عندكش محاسب شغال full time، فأنت أي معاملات هتعملها ليها علاقة بالمحاسبة طبعًا هتدفع عليها فلوس. حتى لو أنت متّفق مع المحاسب على رقم معيّن، فهو برضه هيكون رقم معيّن عشان يعمل لك حاجات معيّنة في السنة. فبدل ما أقعد مع المحاسب نضيّع ساعات وفلوس في شغل تحضيري أنا عادي ممكن بسهولة أعمله، لأ، أنا عايز أجهّز كل الخطوات الروتينية أو التحضير للaudit بشكل عام، وبعد كده أقعد مع المحاسب يبُص على الحاجات اللي أنا عملتها بنظرة المراجع. لإن كمان نظرة المحاسب على الورق اللي أنت بتقدّمه بنظرة المراجع هيكون أسهل عليه بكتير إن هو يشوف المشاكل فين، يشوف لو في حاجات مش واضحة، يشوف لو في معلومات متقالة بشكل غلط، صيغة غلط، اللغة بتاعة الCRA مش واضحة، وهكذا. وده كان هيضمن لي إن أنا آخُد أفضل نتيجة ممكنة من الفلوس اللي هتدفعها. إزاي اتعاملت مع الaudit؟ قبل ما ألِم أي ورقة أو ألِم أي معلومة، سألت نفسي سؤال مهم جدًا: إيه هي الأخطاء اللي أصحاب الشركات الصغيرة بيقعوا فيها لمّا بييجي لهم audit زي اللي جالي ده بالضبط؟ المفاجأة الكبرى بقى إن الأخطاء اللي هاتكلم فيها تقريبًا معظمها أخطاء بديهية، يعني أي حد يقول لك إيه ده، ما هو في حد بيغلط الغلطات دي؟ للأسف معظم الغلطات اللي بتكون في المشاريع الصغيرة بتكون أخطاء بديهية، بيركّزوا أكتر على الحاجات الكبيرة وبينسوا الأخطاء الصغيرة. طبعًا في أخطاء كارثية بس كلّها حاجات technical بصراحة أنا مش هاعرف أتكلّم فيها، ولكن خلّيني أتكلّم على 5 أخطاء ليهم علاقة بالمشاريع الصغيرة وليهم علاقة شوية بالaudit اللي جالي. أول غلطة: ورق ناقص أو فواتير مش كاملة. الغلط التاني وهو أرقام مش متطابقة. يعني إيه؟ يعني مثلًا أرقامك في التصاريح الضريبية غير الأرقام اللي أنت بتقدّمها في الaudit بتاعك. خلّيني أقول لك إن اختلاف الأرقام في حد ذاته مش هو المشكلة، هو المشكلة هنا إن أنت ما يكونش عندك تفسير واضح وبالدليل ليه عندك أرقام مختلفة ما بين التصاريح الضريبية والأرقام اللي أنت بتقولها في الaudit بتاعك. الغلطة التالتة: ردود طويلة ومش واضحة، ودي نقطة هنا مهمة جدًا، لإن في ناس كتير بتبقى فاهمة إن أنت كل أمّا هتتكلم أكتر وكل أمّا هتوضّح نفسك أكتر، كل ما هتبان إنك أنت في السليم،
وللأسف ده غلط، لأن كل كلمة زيادة أنت بتكتبها ملهاش لازمة ممكن تفتح عليك باب سؤال جديد وورق يتطلب عليك أكتر. لأن خلينا أكون واضح معاك، زي ما أنت بتستغل القوانين عشان تستفيد بكل المميزات الضريبية، هم كمان بيستخدموا الكلام بتاعك عشان يثبتوا إنك أنت يا إما تدفع أكتر يا إما ما يرجعولكش فلوس أنت ممكن ترجعها. وهنا مش ظلم، هو بس بيستخدم الكلام بتاعك وبيطبق القانون عليه. فأنت دايما خلي ردودك ليها علاقة بالحاجات المطلوبة منك وتكون واضحة بشكل مناسب من غير رغي كتير. الغلطة الرابعة عدم تقديم أدلة كافية. الشرح لوحده مش كفاية، يعني مثلا لو طلب منك حاجة تشرحها، شرحك لوحده مش كفاية، غالبا هيطلب منك دليل. الدليل ده يا إما فاتورة، يا إما إيميل، يا إما أرقام، يا إما بنك ستيتمنت. أيا كان نوع الدليل المرتبط بالطلب المطلوب منك، لازم يكون عندك دليل لكل كلمة أنت بتقولها. على سبيل المثال كان عندي اختلاف في الأرقام ما بين فاتورة وما بين الشغل الفعلي اللي اتصدر. هنا قدمت السبب، وضحت ليه في أرقام هنا مختلفة وقدمت معاها كمان الدليل. الغلط الخامس، وده بصراحة بالنسبة لي مش مفهوم خالص، هو التأخير في الرد والرد بشكل عشوائي. اللي هو أنت عايز فواتير، خد ارمي، أنت مش عارف عايز إيه، خد خلاص، من غير تنظيم. ده ممكن يفتح عليك أبواب أسئلة كتير أو يطول عملية الأوديت اللي هي في الآخر مش هتكون في صالحك. بعد ما فهمت كل الأخطاء دي، بدأت أرتب كل حاجة، أرقام واضحة، تواريخ مظبوطة، فواتيري كاملة ما فيهاش أي حاجة ناقصة، وهكذا. لأن أنا كان عندي هدف واضح، أنا عايز الأوديت يخلص من أول مرة نقدم فيها الورق وخلاص والدنيا تتقفل. طيب بعد ما جمعت كل حاجة وحضرت الورق ومش عارف إيه وكل القصة دي، قعدت مع المحاسب قعدتين وبدأ يراجع. زي ما قلنا بدأ يبص على الورق بنظرة المراجع. هنا كان في شوية حاجات محتاجة تتوضح، حاجات محتاجة ترتيبها يتغير، دي تيجي الأول دي تيجي بعدين، بحيث إن في الآخر يطلع الأوديت أو الرد بتاعنا يكون بالتسلسل منطقي وواضح، وكل حاجة بترد على السؤال اللي هم عايزينه أو المعلومات والبيانات اللي هم طالبينها. حتى الجداول كانوا طالبينها بصيغة معينة، عملتها بالشكل المعين وكل الكلام ده. وبالفعل رفعنا الورق يوم الجمعة، شفت على التراكر بدأوا في يوم التلات، الأوديت خلص يوم الأربع، مفيش أسئلة مفيش مراجعات، كل حاجة خلصت بالشكل اللي احنا كنا مقدمين بيه، والحمد لله الدنيا مشيت تمام وكل حاجة. ولكن المشكلة هنا مش في الأوديت نفسه، هو أوديت يعتبر سهل يعني في عالم المراجعات والضرايب والكلام ده، يعني حاجة بسيطة، هو شوية معلومات، طالبين فواتير، طالبين تفسير، نشاط الشركة، مش عارف ايه، شوية حاجات. ولكن الموضوع فعلا خد مني وقت ومجهود كبير، ده لأن ما كانش عندي نظام كويس أقدر أجمع بيه كل المعلومات اللي هم عايزينها بشكل مباشر. ده لأن كان في حاجات أنا مش عناية مش متعودة عليها، موضوع الأخطاء اللي أنا شفتها عند ناس تانية وكنت ممكن أقع فيها، يعني مثلا الترتيب والأرقام والاختلاف الأرقام والدليل وكل الكلام ده. فكان في شوية حاجات كده اللي هو لأ، هي بالنسبة لي كانت محتاجة تجربة فعلية أمر بيها. فالاوديت في حد ذاته هو مش بيبقاش عقوبه، يعني فاهم، هي مش معاقبه ليك، لكن هي انت طريقه التعامل بتاعتك معاه لو انت مش جاهز له كويس، هي دي اللي ممكن توقعك في المشكله. كل ما هتكون عندك نظام واضح وصريح وكل حاجه، هتقدر تعدي ان شاء الله اي اوديت طالما انت ماشي قانوني، يعني ما بتعملش اي حاجه كده ولا كده. لكن التنظيم هنا مهم جدا. ايه الدروس اللي اتعلمتها من الاوديت ده؟ 5 دروس. الدرس الاول، واكيد طبعا كلكم يعني خدتوا بالكم، التعلم من أخطاء الآخرين. لما قعدت أدور إيه الغلطات اللي الناس بتقع فيها، قدرت أتجنب أخطاء كنت ممكن أقع فيها بسهولة ومخدش بالي منها. الدرس التاني، لأن لما أمر بأي أزمة في البيزنس، أي مشكلة، أحول المشكلة دي لمصدر تعلم يخليني أطور نظام الشركة. الدرس التالت، لازم يكون عندك تمبلتس جاهزة وليها علاقة بنظام الشغل بتاعك انت، وليها علاقة ان اي حد غيرك يشتغل على التمبلتس دي يكون فاهم هو بيعمل ايه من غير ما يرجع لك ولا يطلب منك اي معلومات، خصوصا لو انت في خطتك ان انت تتوسع وتكبر ويبقى عندك تيم في المستقبل ان شاء الله. الدرس الرابع، ودي مهمة جدا، لو انت قررت انك انت تدخل مجال ريادة الاعمال، حاول ان انت تعرف، او مش حاول، هو المفروض انت تعرف حاجة عن كل حاجة، حتى لو مش تخصصك، حتى لو انت مش هتبقى بروفيشنال فيها، حتى لو انت معاك ناس متخصصة شغالة معاك او تيم متخصص شغال معاك. صدقني انت لما بتكون فاهم
وعارف في الحاجة اللي يعني عارف في المحاسبة مثلًا، أنت فاهم في المحاسبة أو فاهم في الضرايب، لمّا هتروح تقعد مع المحاسب، مستوى الأسئلة اللي هيطلع منك للمحاسب هيكون أعلى بكتير جدًا من إنك أنت تكون مش عارف أي حاجة. فبالتالي النتيجة اللي أنت هتاخدها من المحاسب هتكون أعلى بكتير من واحد ما يعرفش حاجة. الدرس الخامس: الورق ثم الورق ثم الورق. من غير ورق لا محاسب هينفعك ولا محامي هيقدر يفيدك.